أيضا متابعينا الكرام، بعد حفل افتتاح مهرجان الندوة الثالث هنا بمنطقة نجران معنا الأستاذ زايد الزيادي مدير مكتب الندوة بمنطقة نجران. أستاذ زايد، سعداء أن نلتقيك بعد هذا الافتتاح الجميل. حياكم الله، وأنا أسعد بهذا اللقاء الجميل المبارك، وأسأل الله أن يتمم على خير مع هذه البداية الجميلة والرائعة. أستاذ زايد، 4 أيام ينتظرها الجميع كل عام في مهرجان الندوة. كيف صار الإعداد وكيف كانت التجهيزات لهذه ال4 الأيام من خلال كما علمنا أن هناك أكثر من 30 فعالية متنوعة بين فعاليات رياضية، فعاليات للشباب، للكبار، للصغار، مسابقات، جوائز قيمة. كيف كانت كواليس الإعداد لهذا العمل الكبير؟ أولا أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة، وثانيا أحب أن أؤكد أن الإعداد لهذا المهرجان بدأ فعلا بنهاية المهرجان للعام الماضي. فقد بدأت اللجان تجتمع بعد نهاية العام الماضي لرصد الملاحظات والأخطاء ومحاولة تلافيها في هذا المهرجان. ثم جندت مجموعة من اللجان تعمل بشكل شبه يومي من أجل التخطيط والإعداد والمتابعة لهذا المهرجان. كما استطاع المهرجان أن يستقطب عدد كبير جدا من المتطوعين والمتطوعات الذين لهم ميول وهوايات لعمل بعض البرامج والأنشطة. فمثلا يوجد لدينا فرق تهتم بالرياضة، فأوكل إليها مشروع إنجاز أو عمل مشروع رياضي متكامل. وأيضا بعض اللجان مهتمة بنواحي الإعلام، بنواحي البرامج الثقافية، بنواحي البرامج التوعوية. كل هذه الفرق شكل لها لجان، لجنة عليا تحضيرية للمهرجان، ثم شكلت لجان فرعية تعمل بشكل متواصل ودؤوب لإنجاح هذا المهرجان بالشكل الذي ترون. لدرجة أن في الأشهر القريبة التي اقترب المهرجان كانت بعض اللجان تجتمع بشكل يومي لمدة 4 و5 ساعات يوميا من أجل إنجاح فعاليات المهرجان. بالفعل جهد مبارك، ونتمنى لكم إن شاء الله من خلال الأيام القادمة المزيد من تقديم الشيء الكثير المنتظر إن شاء الله للشباب هنا بمنطقة نجران. وأنا أشكركم، وأتمنى أن يستمتع الجميع بما يقدم في هذا المهرجان من فعاليات وبرامج.